السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقاء، كل سنة وأنتم طيبين. خزين السمنة ده الكلام اللي أنا بقولك عليه. السمنة صبة في البرطمان بالشكل ده. هي دي السمنة البلدي اللي تفضل من السنة للسنة وأنت محافظة عليها، من أول ما نشتريها لحد ما نسيحها ونستخدمها سنة كاملة. شايفة السمنة؟ سمنة مخرزة، مش سمنة مرملة، مش ممرهمة، يعني مش ناعمة. شايفة مخرزة ازاي؟ سمنة مخرزة، مش سمنة مرملة، مش ممرهمة، يعني مش ناعمة. شايفة مخرزة ازاي؟ تفضل معاكي سنة كاملة وحضرتك محافظة عليها بكل الطرق اللي احنا استخدمناها في الفيديو. بصراحة ما قدرتش استنى واخدت منها معلقة كبيرة. دي بقى حاجة كده وهم مع البيض والفول، استخدامات كتيرة جدا، لكن المهم انها تكون سمنة مضمونة، سمنة اصلية، سمنة بتجيبيها من مصادرها الطبيعية. الطريقة، المقادير، ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناة، هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. دي مية ساقعة، وبقصد بساقعة هنا ساقعة متلجة. دي السمنة، انا بغسل السمنة. عايزة اوريكي السمنة الحلوة. شايفة اللبن؟ طول ما السمنة فيها لبن بالشكل ده فهي سمنة حيوانية بنسبة 100%. انا بغسلها، بصبحها زي الكفتة كده. هنسيحها مع بعض وهنشوفها سمنة بلدي من الطبيعة. دي مية غسيل السمنة، واتحداكي اي سمنة مش بلدي مستحيل تتفرفط في المية وترجع تتلم تاني. هي هتتفرفط ومش هتعرفي تلميها لو هي مش بلدي. فده خطوة لو انت مش بتعرفي في طعمها ومش بتعرفي في ملمسها، واهم من كل ده ان هي تيجي من مكان مضمون وموثوق. طيب دي سمنه جمسي، بصبعها بالشكل ده وبشيلها متصبعه، بتكون سهله بالنسبه لي ان استخدمها في بيض، في فول، احطها على وش المحشي. ودي سمنه مخلطه بالشكل ده، بجيب الانواع دي. ودي سمنه بلدي. هنسيح السمنه وهنشوف السمنه تستوي على نار هاديه علشان تكون مرمله، ما تكونش مرهمه، ما تكونش السمنه ناعمه، لا تكون السمنه مخرزه. هنسيحها مع بعض ازاي تحولي الزبده البلدي اللي كلها حليب بالشكل ده لسمنه بلدي تفضل معاكي السنه كلها. اهم حاجه في تسويه السمنه هي النار دي. السمنه عايزه تستوي على نار هاديه. هنزل بالسمنه كده وهسيبها تستوي على نار هاديه. انا عايزاها تسيح والنار هاديه جدا علشان تاخد سواها المظبوط. هنعرف مع بعض الدرجه اللي بتوصل ليها تسويه السمنه. شكل السمنه لما بتستوي بيكون عامل ازاي، لون المرطه اللي بتطلع من السمنه بيكون عامل ازاي. تابعيني لحد اخر الفيديو. هنخزن مع بعض سمنه هتفضل السنه كامله بره التلاجة. كل ده لبن اللي موجود في قلب السمنه. زي ما قلت لك، طول ما هي بتغلي كده النار هاديه، ايدك ما تسيبش التقليب لحد ما تفصل. يعني ايه تفصل؟ يعني السمنه تسيب اللبن ده، الحليب اللي موجود في السمنه، ودي السمنه بس مش مستويه، مش مقدوحه. فاحنا محتاجين ان الحليب ده يفصل عن السمنه دي. كل دي خطوات هنشوفها واحده بواحده، لكن لما تتابعي قناه مطبخ أكلة وسهرية. عايزه اقولك لما تبداي تسمعي صوت للسمنه، سمنه بتطشطش، هسمعك الصوت وهوريكي الشكل عامل ازاي. لما تسمعي السمنه بتطشطش ما تسيبيهاش في اللحظه دي، ده نداء عاجل ان هي دخلت مرحله السوا. هنشوف الوش، اللبن اللي على وش السمنه بدا يقل تماما، وهي في مرحلتها الاخيره ان الاتنين يفصلوا من بعض. هقرب لك الصوت واسمعي صوت السمنه. هو ده صوت السمنه
اللي بيقول ان هي خلاص بتستعد لتمام عملية السوا. في المرحلة اللي بتوصل لها السمنة دي، عايزة اقولك ما تسيبيهاش، لان هتبدأ تستوي. درجة الحرارة هادية، التقليب مستمر فيها لحد لما تبدأ تغلي. شايفة لون السمنة كده؟ هي السمنة فصلت، فاضل ان ده ياخد لون عشان احس ان المرطة لسه ما استوتش. المرطة بتاعت السمنة استوت. طبعا كمية المرطة قليلة او زيادة بيرجع لنظافة السمنة. بمعنى ان المرطة لما تكون زيادة وتكون كتير، بتكون السمنة دي واخدة حاجات تاني او واخدة اضافات. لكن لما بتكون المرطة قليلة جدا، شايفة، بتكون السمنة حيوانية اصلية، سمنة واخداها من اماكنها الطبيعية. طيب، طبعا في المرحلة دي لو حضرتك واثقة من السمنة، او واثقة ان المكان اللي انت بتاخدي منه السمنة مش بيملح السمنة، ففي المرحلة دي هو ده الوقت المناسب لإضافة الملح. لكن لو حضرتك بتجيبيها من ناس، شايفة، هي بتملحها، انا واثقة ان السمنة بتاعتي فيها الملح الكفاية اللي يخليني ما اضيفش ليها ملح تاني ابدا. انا عايزة اقولك ان البيت كله ريحته سمنة، لكن سمنة من الطبيعة يا هلا بيها. في المرحلة دي هو فاضل لها أقل من ربع ساعة وهتكون استوت تماما، والمرطة اللي تحت دي استوت السمنة تماما. وخدي بالك من حرارة النار، هنطفي عليها وهنسيب حرارة البوتاجاز وحرارة الحلة تكمل السوا بتاعها. هي كده بقت تمام جدا. اللون بتاعها، شايفة، ده لون المرطة. هي هتغلي حالا دلوقتي بعد ما طفينا عليها. هترقد. يعني ايه هترقد؟ يعني كل المرطة دي هتنزل تحت وهتشوفي الحلة كلها من السمنة، سلاسل من الذهب. السمنة استوت جدا، ريحة خطيرة جدا. اللون، شايفة اللون ده لما بيدي على اللون البيج بيقول ان كده السمنة استوت. النار مطفية والحله بتغلي، هي دي السخونه اللي كان قصدي عليها، ان تعملي حساب المده اللي الحله هتبرد فيهم، اللي عين البوتاجاز هتبرد فيهم. كل ده هيساعد كمان على تسويه السمنه. يعني ما تنزليها، ما تطفيش عليها وهي مستويه قوي بنسبه 100%، عشان هتتحرق منك. فتقفلي عليها وهي بنسبه 95%، وتسيبي ال5% دول بسخونه الحله وسخونه البوتاجاز. هتبرد تماما. هتشوفي الحله هتشوفي السمنه في الحله، هتشوفي السمنه رايقه جدا اول ما هتبرد وتهدى. سمنه بلدي بلون سلاسل الذهب، تفضل سنه كامله وانت محافظه عليها. هي دافيه، عايزين نحطها في البرطمانات وهي دافيه علشان ما تمسكش. هي اول ما هتبرد هتمسك. ايوه، في ناس كتيره جدا بتعاني ان السمنه البلدي بتبقى سايله. لا يا جماعه، هتصب في البرطمان وهتاخد شكل البرطمان، وهنشوف كل ده مع بعض. نفضيها في البرطمانات لو دافيه زي دي، اوعي تغطيها علشان خاطر ما تاثرش على الازاز، او لا قدر الله البرطمان يفرقع. سيبيها لحد ما تبرد تماما وبعدين تغطيها. دي المرطه اللي طلعت من 3 كيلو سمنه. دي مقدار السمنه، سمنه تقريبا ما خستش حاجه خالص. هي سمنه الشتاء كده. بس المهم ان انت تجيبيها من مكان موثوق منه. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، ويا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه. واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.